السلام عليكم. أهلا بيكم بفيديو جديد على قناة الزراعة الحديثة. هقولك النهاردة على أهم الإرشادات لزيادة إنتاج البيض وضمان صحة الدواجن. هما تقريبا كده 9 حاجات هنقولهم مع بعض بسرعة. إن الماء لازم يكون نظيف لأنه أساس الصحة. هتغير المية يوميا لتجنب التلوث، فهو عنصر أساسي لحيوية الدجاج. ونظافة الأعلاف وأماكن تقديمها. هيتم وضع العلف في أوعية نظيفة ومرتفعة عن الأرض لتقليل التلوث وضمان جودة الغذاء. تالت حاجة هنستخدم عشبة الشيح. أضف الشيح إلى الماء كل 3 أيام للقضاء على الديدان اللي بتضعف الدجاج وبتؤثر على إنتاج البيض. رابع حاجة لازم وضروري جدا تعقيم المسكن والقضاء على الحشرات. هترش مسكن الدجاج بمبيد فعال زي الأنتي بوكس للتخلص من الحشرات التي تضعف الطيور مع تجنب رش أماكن الطعام والماء. بعد كده خامس حاجة معانا لازم يكون في إضاءة كافية. هنوفر تقريبا 16 ساعة من الإضاءة يوميا لضمان استمرارية تكوين البيض بشكل طبيعي ومنتظم. مواعيد التغذية لازم تبقى ثابتة. هنقدم وجبتين يوميا، الأولى الساعة 6 صباحا والتانية الساعة 4 مساء. احترام التوقيت هيحفز الدجاج على إنتاج البيض المنتظم. رقم 7 لازم طبعا من تهوية جيدة ونظافة مستمرة. هننظف الفرشة وهنزيل الفضلات باستمرار لتجنب الأمراض والأعفان. تامن حاجة هننوع الغذاء. هنستخدم مزيج من الخبز المطحون والذرة والشعير والقمح والنخالة وبعض الطحالب في التغذية. مكونات طبيعية لتحسين المناعة. عندنا الثوم ممكن نضيفه والبصل والليمون هنضيفهم إلى ماء الشرب للحصول على تعزيز للمناعة وزيادة إنتاج البيض وتحسين جودة اللحم وزيادة الوزن. ده كان كل اللي في الفيديو معانا، واتمنى ان اكون قدمت لكم معلومة مفيدة عن زيادة انتاج البيض وضمان صحة الدواجن. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.